زمان كان مندوب المبيعات بيشيل شنطة على كتفه ويخبط بيها على البيوت أو المكاتب، لكن دلوقتي أهلا بيكم، أنا عز الغريب ودي حلقات سيلز 101. دلوقتي بقى في برامج بتقول لك العميل فتح الإيميل اللي أنت بعته له الساعة كام، وتولز بتساعدك ترتب أولوياتك، وأبلكيشنز بتديك نوتيفيكيشنز لما عميل يدخل موقعك. يحيى كان مدير مبيعات في شركة سوفت وير، كان بيعتمد على شيت الإكسل ومجرد الكولز أو المكالمات اللي بيعملها، بس لما الدنيا كبرت الأمور بدأت تتوه منه، وقتها بدأ يستخدم CRM واللي هو بنسميه برنامج إدارة العملاء، وبدأ يربطه بلينكد إن وبالميل. النتيجة إنه قدر يتابع الفريق المبيعات بتاعه، وكمان قدر يتابع العملاء بتاعته بكل فاعلية، ونسبة تحقيقه للديلز زادت بنسبة 40% مقارنة بالسنة اللي قبلها. وعشان كده في تولز مهمة لازم تبص عليها وانت شغال. CRM عشان تتابع العملاء بتاعتك، توميشن تولز عشان الميلاد، برامج تعرف تسكادجول بيها المواعيد بتاعتك، وابلكيشنز عشان تحدد بيها سلوك العملاء. تكنولوجي مش بديل للسكيل، لكنها بتوفر وقتك وبتحسن من انتاجيتك. لو لسه بتشتغل كل حاجه مانيوال، جرب تول واحده بس الاسبوع ده وهتتفاجئ بالفرق في الانتاجيه والدقه. وما تنساش بعد ما تجربها تشاركني النتيجه في الكومنتس.